سجلت المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم بالدندان، ولاية منوبة، حادث وفاة طالب يبلغ 21 عاما من العمر، بعد تعرضه للانزلاق من فوق بناية، عندما كان بصدد تعليق علم فلسطين أعلاها، وفق ما صرح به الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بمنوبة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأضاف المصدر ذاته أن أعوان مركز ليمون الوطني بالدندان والحماية المدنية حلوا بمكان الحادث بعد تفطن حارس المؤسسة لوجود الجثة في حدود الساعة 7 صباحا وإبلاغه عنها. وأضاف أنه تمت المعاينة من قبل ممثل النيابة العمومية والوحدات الأمنية المختصة لجثمان الطالب، وتم فتح بحث تحقيقي في الحادثة التي تفيد المعطيات الأولية أنها ناجمة عن السقوط الأعلى. كما فاد مصدر أمني أنه تبين بعد الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمؤسسة أن الحادثة وقعت ليلا ببناية عالية يعادل ارتفاعها 3 طوابق بحديقة المؤسسة، حيث انزلقت قدمه حين قيامه بمحاولة رفع العلم الفلسطيني. وقد باشرت مصالح منطقة الأمن الوطني بمنوبة التحقيق في الحادثة والاستماع لشهادات أعوان المؤسسة.